السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. لو انت أول مرة بقى بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكوا كل وصفاتي. وصفتنا النهاردة هي العيش الناشف أو العيش الطري. طبعا احنا عارفين ان العيش مهم جدا في البيت، بيملاه كده خير وبيبقى البيت كده كله عمران كده بالخير وبالهنا كده. فتعالوا بقى نشوف وصفتنا، بس قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعايا دلوقتي بقى أنا هعمل طبعا كمية كبيرة من العيش علشان هعمل عيش ناشف وهعمل عيش طري. فطبعا انا معايا كميه كبيره من الدقيق. هاخد بقى ايه أنا معايا 5 كيلو او 6 كيلو دقيق. هاخد منهم نص كيلو هعجنه الاول كده وهرب الخميره. يعني ايه هرب الخميره؟ يعني هعمل عجينه كده صغيره، احط فيها كيس الخميره واحط فيها الملح واحط وانزل بميه زي ما حضراتكم شايفين كده. هعجنها وهتبقى العجينة بتاعتنا عجينة كده طرية بتلزق خالص، علشان طبعا بسرع عملية التخمير علشان العجينة بتاعتنا ما تاخدش وقت كده في التخمير وتخمر معانا بسرعة. تعرفين ان الجو ساقعة والدنيا بقى والعيش ما بيخمرش بسرعة. فديت عملية، يعني بنعمل ايه، بنسرع عملية التخمير يعني. هعجن الاول كده نص كيلو، هنزل عليه بكيس من الخميره وهنزل بقى بالميه والملح بتاعنا وهعجنهم زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. طبعا اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتي. هسيبها بقى لما تخمر وبعد كده هنرجع تاني بقى نحط بقيه الدقيق عليها. طبعا هي دلوقتي بقى العجينه بتاعتنا هي خمرت اهيت، شايفين بقى تضاعفت وملت نص الطبق بتاعنا. هننزل بقى ببقية الدقيق بتاعنا زي ما قلت لكم كده. هنزل بقى ب5 كيلو دقيق. هعمل بقى هقسم نصها، نص العجينة ديت هقسمها نصين اتنين، نص هعمله ناشف ونص هعمله طاري. انتوا عارفين العيش الناشف بيبقى حلو وخفيف على المعدة، وليه اكلات كده معينة يتاكل به زي مثلا العدس، البصارة، السردين، الرنجة. طبعا برضو العيش الطري بيتاكل منه كده، بس ده بيبقى حلو كده وبيبقى جميل وصحي على المعدة وبيبقى خفيف كده على المعدة. طبعا بقى هكمل بقى عجن واخلص عجن خالص وبعدين هوريكم ملمس العجينة. طبعا عايزين العجينة بتاعتنا ما تكونش عجينة بتلزق وما تكونش برضو ناشفة. انت لما نحطها في المكنة كده تنزل معانا بكل سهولة وتنزل حلوة. ولو عملناها فردناها بالنشابة ما تلزقش في النشابة ولا تلزق في ايدينا. طبعا بقى بنزود كده بالمية تدريجيا، بننزل كده ايه واحدة واحدة بالمية. طبعا انا مش هقدر احدد لكم الميه لان طبعا انا عامله كميه كبيره، والميه ديت ممكن تاخد مني يعني لتر ميه، ممكن تاخد اقل. طبعا انا عجنتها بقى وخلاص خلصتها هي. ده بقى ملمس العجينه، اما يغرقوش الطبق كبير يعني. طبعا ده ملمس العجينه اهوت، لا ناشف قوي ولا طري قوي. طبعا زي ما قلت لكم كده هقسم العجينه بتاعتنا نصين. هعمل حجم قد البرتقانه كده وده هيبقى العيش الناشف، وحجم قد السفنديه ده العيش اللي هعمله عيش الناشف. ده كبير كده قد حجم البرتقانيه اللي هي البصره، البرتقانه بصره كده قدها، وده قد السفنديه ده اللي انا هعمله عيش طري على المكنه. هناخد بقى العيش بتاعنا الحلو كده وننزل بقى عند الفرن ونوريكم بقى واحنا بنعمله على المكنه. طبعا بقى انا بجيب العيش اللي هو قد حجم السفندية ده اللي انا قلت لكم عليه اللي انا هعمله طري. ده بقى ببططه كده وبعمله زي القرصة وبحطه في المكنة بتاعتنا وبشده بالشكل ده كده. ومعاه بقى مطرحة طويلة اهي، طبعا اكيد في ناس كتير عارفاها واكيد في ناس بتخبز بها. وطبعا بقى مشغله بقى الفرن محمياه كده مخليها يعني يحمى من تحت كده، واول ما يحمى بهدي عليه من تحت وبعلي الشوايه علشان احنا عايزين العيش بتاعنا يعني يا دوبك كده ناخده كده ما ينهضش ينشف. يعني يا دوبك بس اول ما يقب كده معانا ما ينهضش بقى ايه، ما نسيبوش كده لما يبقى. طبعا العيش الناشف بنسيبه براحته ياخد براحته كده في الفرن، لكن العيش الطري بنشده على طول اول ما يقب على طول معانا، بنشده على طول علشان يفضل معانا طري ويفضل معانا حلو يعني. طبعا انا بقى بعد ما بخلص العيش الطري ده بعبيه في اكياس وبحطه في الفريزر. طلع بقى ساعة الفطار ساعة الغدا بيبقى موجود يعني معانا عندنا على طول ومحطوط في قلب الفريزر.
العيش الناشف طبعا بيبقى محطوط برضو كده في مكان عندنا ومغطيينه وسايبينه للاكلات بتاعته الحلوه، زي ما وريتكم اهوت. يا دوبك بس يقب كده وياخد بس كده. طبعا بيبقى مهدين، شايفين بقى القعر بتاعه جميل وحلو، والفرن بتاعنا نظيف اهو بالشكل ده كده. اول ما العيش يقب معانا على طول، ديت بس اللي نشفت معايا. طبعا العيش بيبقى خير وحلو كده. وكان فيه مثل كده لوالدتي الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمه كده ان ربنا يرحمها ويغفر لها، هي وابويا واخويا، نور لهم قبرهم يا رب كده، ويرحمهم ويرحم امواتنا واموات المسلمين. كانت لها مثل حلو قوي كده، تقول لك اللي عنده العيش وبله عنده الهنا كله. يعني ايه معنى المثل ده؟ يعني طول ما العيش موجود في البيت، لو هتاكلي بيه مخلل، لو هتاكلي بيه حتة جبنة، لو هتاكليه حاف، بيملى البطن وبيشبع. فالعيش حلو يا جماعة في البيت. يعني ب5 كيلو دقيق نملى بيتنا كده، ونقعد 10 أيام أو 15 يوم على ما نخبز. يعني كل 15 يوم بخبز غبز زي دي كده. بعمل مثلا عيش طري وعيش ناشف، بملى بيتي كده خير وهنا وفرح كده. يعني يا ريتكم كده تشتروا. أنا ما بقفش على فرن، ولا بقف على طابونة، ولا على أي. حتى العيش اللي بيجي مدعم بتاع التموين ده، انا ما بروحش اقف عليه خالص. يعني بدخل بس البطاقة 3 ايام عشان السلع، وما بقفش على فرن خالص. بخبز خبيزي في بيتي، بملى بيتي كده خير وهنا كده، ويبقى عندي كل حاجة كده. طبعا ده بقى العيش الناشف، انا طبعا بقى ببططه، بفرده كده بالنشابة. ايدي كده تبقى خفيفة على النشابة علشان تفرد معايا الرغيف اهو بالشكل ده. بالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايكات يا بخلة، انتوا بخلة خالص، بتبخلوا عليا باللايكات وبتبخلوا عليا بالاشتراك. فما يعني اتمنى كده انكم يعني تدعموني وتقفوا جنب مني كده وتساعدوني يا جماعة، وما تبخلوش عليا باللايكات، وكومنت منكم حلو كده يشجعني. ودلوقتي بقى كده انا خلصت بقى الرغيف، ولا حد ما بعمله كده رغيف كبير مدور. بدخله بقى الفرن، برضو بيبقى الفرن هادي من تحت، ومن فوق بيبقى النار بتاعتنا متوسطة، عشان بسيبه كده ياخد راحته في الفرن كده علشان يطلع معايا ناشف وحلو. وبيدوبك اول ما بلاقي بقى بقح كده ونشف بشده على طول، وبضيره بقى بالعود الحديد كده شمال ويمين لحد ما كل الجوانب بحالها كده تتحمر وتنشف كده معانا. وبتاكلي احلى عيش اهو، شايفين بالشكل ده كده. بضير بقى بالراحة كده وبسيبه بقى يحمر. كمان انا ما بحبوش يكون قابب قوي، لان القببان ده بيتكسر منك. انا بحبه كده يكون فيه بعد حتت قبة كده، يعني بالشكل ده كده. شايفين بقى الجمال والروعة، حاجة كده جميلة وحلوة. وده بقى كده يبقى مبقع بالطريقة ديت، ومن ورا ومن قدام كده، واخد تحمير من تحت ومن فوق. بيطلع معانا احلى عيش واحلى يعني حاجة عيش جميل جدا وتحفة ونضيف. انت اللي عاملاه في بيتك بايدك، وانت اللي نخلاه. ويعني العيش جميل يا جماعة في البيت وخير. او ممكن مثلا ترفعيه على العود شوية كده وتحمريه. بتلفي بقى كده الرغيف وتضيريه كده لحد ما يحمر معاكي وتطلعيه. يعني حاجة سهلة خالص وبسيطة. طبعا عملت معاكم الرقاق، وعملت معاكم القرص الفلاحي، وعملت معاكم الدماسي، وده العيش الناشف. كده بقى انا خلاص خلصت اهوت. شايفين بقى ما شاء الله كمية حلوة وكمية كبيرة. بعبي بقى العيش الطري اللي انا بوريهولكوا ده، بعبيه في اكياس كده، بحطه في الفريزر للفطار للغدا. عايز اكلات بقى حلوة كده، يعني هو يمشي تاكلي بيه كل الاكلات. بس العيش الناشف ده كمان بيبقى خفيف بقى على المعدة، وحلو وصحي وجميل. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.